اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه من قناه ذا بيست فود. تعالي بقى هاتي 30 جنيه وتعالي اقول لك هتعملي وهتفرحي الولاد وتسعدي بيهم. طبعا ما شاء الله احنا عملنا حاجات كتير، كعك والبسكوت والبوتي فور. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. كل اللي انا جبته ب10 جنيه حمص ماشي، وب20 جنيه ترمس بس المستورد اللي هو بيتعمل على طول بسرعه، وانا قعدتهم حوالي 6 ساعات، لازم ما ينفعش اقل من 6 ساعات. طيب وبعدين اللهم صل على النبي، رحت بعد كده حطيت عليه ميه، صفيت طبعا الميه المنقوع فيها، لازم يا جماعه ضروري جدا اي بقوليات الميه اللي تنقع فيها تتصفى ويتغسل كويس جدا بعد مرحله النقع. ماشي، ده علشان خاطر الانتفاخات اللي بتحصل لنا من بقوليات لازم. رمينا بقى الميه دي وبعد كده حطينا ميه جديده على طول حطيناه على البوتاجاز، حطيت معاه معلقه خل وحطيت كمان معلقه ملح مع ده ومع ده، ولازم كل واحد يستوي لوحده. تمام، خلاص ده استوى ده استوى، اتاكدت ان هو استوى. اللهم صل على النبي، هنعمل ايه بقى؟ نعمل احلى دقه في الدنيا. انا جبت 4 ليمونات كده حطيتهم في الميه بتاعه السلق. ما تستغربيش، ميه السلق مش هيجرى لها اي حاجه ولا هتريم ولا اي حاجه، بس ما تحطيش ايدك فيها. تمام، باخد شويه من ميه الحمص وشويه من ميه الترمس وحطيتهم في العلبه كده، وحطيت عليهم 4 ليمونات. تمام، وهحط عليهم رشه شطه. الشطه هنا ماده حافظه، يعني هي مش يعني هي مش بتخليه مولع قوي يعني. تمام، وبعد كده هحط عليه ملح وكمون. تمام، هنحطهم على بعض، ملح وكمون وشطه. تمام، وليمون، مش اكتر من كده، ودوقي بقى احلى دقه في الدنيا. عايزه اقولك ولا هيريم ولا اي حاجه، وهيفضل معاكي حوالي اسبوع كامل بره التلاجة، وممكن يقعد معاكي اكتر من شهر في التلاجة لو ما حطيش ايدك فيه، يعني بتاخدي بالمعلقه. تمام، تعالوا بقى ننزل الحمص والترمس بتاعنا، وادي بقى احلى دقه في الدنيا. انا قلتها بس في علبه تانية عشان ما شاء الله اكبر. كل الحوار كله 30 جنيه يا جماعه، وتسعدي البيت وهتفرحي ولادك، ولما يبقوا يخلص يا ستي اعملي تاني. يعني لو ليك الاولاد اعملي الكميه دي، عايزه تزودي براحتك خالص. هو الكيلو عامل 40 جنيه من الترمس، والحمص تقريبا عامل 60 او عامل 70 جنيه حاجه كده. المهم انا جايبه ب30 جنيه زي ما قلت لك. حطي بقى كله على بعض. بص اللون الاحمر، اللون الجميل ده. وممكن على فكره تحطي معلقه بابريكا كمان. وعايزه اقول لك ان الميه دي ممكن يعني تتشرب، بيبقى طعمها حلو برده، مفيش مشكله. واتمنى بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم حفصه من قناه ذا بيست فود، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، باي باي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه من قناه ذا بيست فود. تعالوا بقى هنعمل وصفه لذيذه، برطمان لازم يبقى في التلاجة عندك، بجد بجد تحفه، هيفيدك في كل حاجه. في التتبيلات خدت منه معلقه دلوقتي حطيتها على الطبيخ، كنت عامله بسله. هتعمليه على اي طبيخ، تاخدي كده معلقه منه، وعايزه اقول لك وتشوحيها كده مع البصلايه بيبقى روعه. عايزه اقول لك انك تاخدي معلقه منه على المحشي بيبقى روعه. عايزه اقول لك انك تحطيها في الكبده، تتبلي بيها الكبده. تتبلي بيها كمان اللهم صل على النبي، قلت لكم حطوه في المحشي وتتبلي الكبده وتتبلي السمك. يعني من الاخر حاجه كده روعه. انا عندي 4 حبايات من الفلفل الرومي، وكمان عندي قرنين من الفلفل الحامي. تمام، وتقدري تضعفي الكمية. وعندي راس توم. تمام كده، وعندي خل، وعندي كمان برطمان السعادة، الملح على الكمون على الكزبرة على الشطة. تمام كده، بس كده. وهاخد كمان، يا تاخدي ليمونة كاملة يا اما تاخدي نص ليمونة من اللي هي القضالية دي الكبيرة دي، وهضربها بالقشر بتاعها، وهي دي بقى التكة بتاعتي. جربي تضربيها بالقشر بتاعها يبقى روعة. يبقى هنحط ليمون وربع كوباية من الخل، وعندي كمان معلقتين من الملح على الكمون على الكزبرة على الشطة. وهضرب بقى كل الكلام ده كله في الكبة مع بعض. اقشر طبعا راس التوم، وهضرب الكلام ده كله عشان نحصل على اهم برطمان في بيتك. لازم يبقى في تلاجتك، صيف شتا. تعملي بتنجان مخلل، تعملي اللهم صل على النبي، تعملي شكشوكة. بصي في كل الوصفات لازم تحطي منه معلقة. بصوا بقى البرطمان القمر ما شاء الله عمل لي كمية. البرطمان ده كبير ما شاء الله. وبعد كده لازم بقى اخر تكه انك تحطي معلقه زيت على السطح كده زي ما انت ما شايفه. معلقه الزيت ماده حافظه، والخل طبعا والليمون ماده حافظه، كل اللي احنا حاطينه، والملح ماده حافظه. وطبعا هيحفظ لي الثوم وهيحفظ لي الفلفل. ويبقى الف هنا وشفا. تاخدي معلقه منه كده وانت بتشوحي البصلايه. عايزه اقول لك تحفه. تعملي مثلا اي حاجه،
هتعملي مثلا شاورما حطي معلقة، لو هتعملي نص الجمل وهيفضل معاكي يا جماعة بنفس لونه. ولو حبيتي تعملي كمية اعملي وارفعي على الفريزر وخلي برطمان واحد بس تحت. عايزة اقولك ممكن باخد منه معلقة كمان على السلطة، بيبقى تحفة، جميل 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 ما شاء الله بجد تحفة. يبقى انت كده حطيتيه على الخضار، على الطبيخ حطيتيه على اللهم صل على النبي، حطيتيه على كمان المحشي، حطيتيه على تتبيلة الكبدة، السمك، يعني بتعملي منه كل حاجة. بجد جربي تحفة جدا. وعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة سامي السفود. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطيت منه معلقة على البسلة وتتعمل. بصوا البسلة خضرا ازاي، بصوا جميلة ازاي. عايزة اقولك بتفضل بلونها، لان انا ولا بسلقها ولا بعملها على البخار ولا الكلام ده كله، فرزناها كذا مرة مع بعض زي ما هي كده، بشيلها خضرا زي ما هي. باي باي.